دعموا. والمصيبه حنا باركين بالفيديوهات، ثقوا في الدعم، وهانتوما ورجال هادي ورا الخطاب، وان شاء الله ما غيكون الخير، وان شاء الله غتشدوا الدعم والكسابه ما تفقدوش الامال. مازال الخير الدراري في البلاد، وباركين نثبتوا في عباد الله. ودابا عباد الله كيسحابونا شادين الفلوس على ديك الهضره، وحنا راه غا جانا واحد الامال البسيط. قلنا ربما هاد النهضه اللي طاريه ديال الشبكه الالكترونيه والناس كدير فيديوهات على الغنم، والخطاب ديال الملك انه بغى ان الشباب يتدعم خصوصا في قطاع ديال الماشيه، وبغينا ان زعما نهضوا بالقطيع الوطني. قلنا صافي مهمتي غنشدوا شي 1000 درهم من راس العام ولا شي لعيبه، اتخرجوا لنا 75 درهم من راس العام. كيف سمعتوا الإخوان على لسان اليوتيوبر ياسير فلوق بأن الدعم اللي تعطى على الماشية 75 درهم بالنسبة للغنم، 75 درهم على كل رأس في العام. المهم حسبوها نتوما يا 75 درهم في العام قسموها على 365 يوم، شوفوا شحال غادي تجيكم النهار العلف. هاد الثمن يقدر يضربوه غير في سيمانه او قل كاع. هاد الثمن 75 درهم اللي تعطات في العام يقدر يضربوه غير في سيمانه. من هنا كنستنتجوا بان الخطابات الملكيه اللي كتوجه للحكومه باش تنفذ واحد الامر ديال جلاله الملك ما تدارش وما كيديروش بها، كيديروا داكشي اللي قال لهم راسهم، رغم انها كتخرج ميزانيه لهاد الكسابه باش انهم يدعموهم باش يوجدوا لنا واحد القطيع باش ما يكونش عندنا خصاص. فإلا ما دعمتيش هذاك الفلاح فهو كذلك حتى هو راه ما غاديش يبقى يدير حتى هو مجهود كبير، وغيحسب الناس باش ما بغا وغيدير داكشي اللي بغا، وغيبقاش في الاخر المواطن الضعيف البسيط اللي غيشريه هو اللي غادي يتمحل، وحتى داك الكساب حتى هو غيتمحل لان غيصرف نجيبو بزاف، ما كايناش معاون. بالله عليكم هاد الخطابات الملكيه هكذا كيقابلوها الناس ولا هكذا كتقابلها الحكومه، وهذه التصرفات ديال الحكومه في جيبهم كيضربوا الملاير، ودعم القطاعات كيبداو عليهم بجد ريالات. عيب وعار، والله الا عيب وعار هادشي. 75 درهم في العام على كل راس غنم، هزولات والله الا هزولات.